مبروك للمروك. لا كوب دي موند في 2030 اوفيسيال. يا تبون الليله تبات تتوجع عند الزهره وتقول لها واش اداني لهذا البوليتيك يا الزهره، واش اداني. كأس العالم إذن في المغرب. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي، الأرجنتين، الباراغواي. لماذا؟ للاحتفال بمئوية المونديال. الملف المشترك بين المغرب، البرتغال وإسبانيا بقي الملف الوحيد لاستضافة البطولة، وسنشهد بالتالي أول نسخة في كأس العالم تقام في 3 قارات و6 دول. ذكر الفيفا في بيان قال فيه: وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب، البرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة طبعا بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة. تابع الفيفا إضافة إلى ذلك ومع الأخذ بالاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم، وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتيفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخ التي ستقام لأول مرة أو أول 3 مباريات على الترتيب في أوروغواي، الأرجنتين وباراغواي. العاهل المغربي محمد السادس قال في بلاغ للديوان الملكي اليوم: يمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى طبعا، وهنأ أيضا الشعب المغربي. بالإضافة إلى ذلك ستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة عربية مباريات في كأس العالم بعدما استضافت قطر بمفردها نسخة 2022.